الساعة كانت 6 المغرب، وأدهم كان نازل يبيع موبايله من خلال OLX. مكالمة سريعة واتفق مع الزبون يقابله قدام كافيه معروف في القاهرة الجديدة. لبس، خد الموبايل وقال لأمه راجع بعد نص ساعة، مستنيني تحت. عدى نص ساعة، ساعة، ساعتين، أدهم مرجعش. التليفون اتقفل ومفيش أي وسيلة توصلهم بيه. أمه وأخوه نزلوا يدوروا عليه وسألوا في الكافيه. الحارس قال لهم شفت شاب شبهه دخل عربية سودة ومرجعش. دخلوا على كاميرات المراقبة لقوه بيقابل راجل لابس شيك، وفعلا ركب معاه العربية. بس بعد كده مفيش أي أثر، لا العربية ولا أدهم ولا الموبايل. تاني يوم جالهم جواب من البنك حسابه البنكي اتسحب منه كل الفلوس، ولما عملوا تتبع لقوا الموبايل اتباع في محل مستعمل في منطقة تانية. بعد ما سألوا بلغوا الشرطة، وبعد 3 أيام قدروا يوصلوا لمكانه ولقوه مربوط ومغمى عليه في شقة مهجورة. كان متخدر، وأهله حمدوا ربنا إنهم لقوه. وأنا حبيت أحكي القصة دي عشان نتعلم إن ممكن لحظة ثقة تدفع تمنها غالي. القصة دي حقيقية واتكررت مع غيره، وإنت كمان لو عندك قصة حصلت لك أو سمعتها ابعتها لينا في رسالة، يمكن حكايتك تبقى عبرة لناس تانية. حكاية ورا كل باب.